لا كلمات معسولة ولا خطب مجلجلة ولا محاضرات، إنما نريد حلا موضوعيا. فهذا المحصول هو من المحاصيل الاستراتيجية. لابد من الحكومة أن تعود للدورة الزراعية، فالدورة الزراعية التي يعرفها الوزير ويعرفها الفلاح تعرف احتياجات المجتمع. أما الأمر الثالث، فلا بد للحكومة أن تتبنى زراعة القطن طويل التيلة، فلن تجد له سوقا في المناطق العالمية، وبالتالي يبيعها الفلاح على أنه قصير التيلة، فيحدث خسران على خسران وفقرا على فقره. الأمر الرابع، وهذا هو تدليس وتضليل لأولادنا وللفلاحين، حينما نضع في المناهج الدراسية لكتاب الدراسات الاجتماعية أن مصر بها بيئة زراعية وصناعية ومتداخلة ومتكاملة، فنأخذ من الزراعة نصنعها كزراعة القطن ونصنع منه النسيج. وفي الإسكندرية أغلقت هذه المصانع كلها، وكانت تستوعب مئات الآلاف من العمال التي أصبحوا الآن في الطرقات، لكنها منظومة الفساد. الحكومة التي تسير على النظام السابق وعلى فلكها تدور تعلم أولادنا أشياء ليس بها من سلطان، كما يحدث الآن في الدورة وفي الفترة الثانية من الكتاب الدراسات الاجتماعية إلى سيادة الرئيس، أنهم يأتون في الدورة الثانية من كتاب الدراسات في النصف الثاني للصف الثالث. النائب المحترم يحيى المسيري. ما انت قلت بدأت ببناء عليه، هو كان بناء عليه في هو الأخيرة يا محمود. أننا نقول بأن الأولاد لابد أن تتحمل المسؤولية تجاه الفلاح وتجاه الولد وتجاه التلميذ، فإنها تعلم أولادنا ما لا ينطبق عليها أنها تقول ما لا تفعل، حتى أوردت 4 صفحات عن إنجازات الرئيس وهي في الآخر